تعالوا بقى عشان النهارده ان شاء الله هنقفل مع بعض ظهر الكارديجيه بطريقه تقفيل المصانع وبطريقه المحترفين. بس اهم حاجه تصلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. وتعالى اقول لكم هنقفلها ازاي. وقبل ما اقول لكم هنقفلها ازاي لازم الظهر بتاعي زي ما انتم حضرتك كده بيبقوا شايفين، ويكون جايبه الصدر بتاعي مركباه في الكتف، والظهر بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مشطبه الصدر بتاعي اهو. بصوا الامام بتاعه مشطباه وعاملاه تانية اللي انا عايزاها. مفيش الا الظهر بتاعي عايز يتقفل عشان خاطر يبقى شكله حلو ونضيف، وما ينفعش اصلا ان انا اتنيه. يعني اتنيه دي لا، ما تتنيش. تعالى اقول لك ازاي. اول حاجه بتني كده، وطبعا الحته دي انا بطلعها وانا بقص وانت بتقصي الموديل بتطلعيها. شايفين كده بتني كده على اربعه زي ما انتم حضراتكم شايفين، وبجيب الظهر بتاعي وبجيب قطعه قماش زيها بالظبط وبحطها كده عليها، وببدا اقص الظهر بتاعي عليها واخد حده الكتف كده، وبنزل حته كده. عايزه اكمل الظهر كله لورا، عايزه حته كده تبقى صغننه بس يا دوبك ان انا اعمل الظهر بتاعي. فدوت ايه ماشي. انا اكتفيت ان انا هعمل حته بس يا دوبك ان انا اقدر انضف الظهر بتاعي، فتحه الرقبه بتاعتي من الظهر وتبقى شكلها حلو. اول حاجه انا قصيتها كده، وهبدا اجيب معايا كده، ده الوش القماش اهو يا جماعه، الوش القماش وده الظهر. ببدا افتح معايا كده بصوا كده. وطبعا انا بشتغل كده اهو، شايفين الظهر الصدر في الظهر، الباك في الفرونت. ماشي، الفرونت في الباك، الاثنين في بعض، الامام والخلف الاثنين في بعض يا جماعه. بجيب من عند اول الكتف كده. بصوا بقى انا بجيب دي كده طبعا فتحه الرقبه زيها بالظبط. اجيب معايا هنا ماركه او اي حاجه. هنا معايا التباشيره بتاعتي هجيبها كده وهعمل ايه علامه. واجي من هنا برده كده من عند الكتف للكتف كده، احط الاثنين على بعض، وهبدا برده اعمل ايه علامه صغننه عشان خاطر اعرف ان النص بتاعي فين واللي انا هركبه. ببدا احط دي كده اهو، العلامه بتاعتي الاثنين على بعض احطها كده. وابدا هنا بصوا يا جماعه شايفين اعلى نقطه في الكتف اهي جت على الاثنين على بعض. ادي اعلى نقطه اهي في الكتف جت على حته ايه المصله اللي انا هركبها اهو، الاثنين كده. وابدا اعمل دي كده، واجي من الحرف ده اروح تانيها كده. بصوا بتنيها، السجاف بتاعي بتني حته منها كده زي سنتي او نص سنتي. ماشي كده، اقول بسم الله واشغل المكنه اهو كده. وابدا مم. بسم الله اهو كده، اظبط الغرزه بتاعتي واشتغل كده اقول بسم الله. ماشي، انا حطيت كده ايه، لا بصوا انا كده عملتها غلط، لان أنا هنا كده حطيت الظهر في الوش، وانا عايزه احط الوش السجاف هو اللي في ظهر القماش كده. وبالراحه خالص وانا بفك مع الخامه دي عشان دي ما بتبقاش مستحمله اهو كده. بصوا بحط الوش القماش بتاعي في الظهر هنا كده اهو كده. بصوا كده اهو، وعلى النقطه عندي اهي زي ما هي كده. وابدا برضو اقني الحته اللي هي من نص سنتي او السنتي بتاعي، وهوريها لكم دلوقتي بسم الله. وابدا امشي بعرض الخياطه اللي انا كنت عاملاها عرض الكتف عادي. وابدا اجي من هنا كده من عند اعلى نقطه اوقف الابره بتاعتي. مش عارفه باينه ولا لا كده اهي. ابدا اوقف الابره بتاعتي وابدا كده اهي، اعدل بس معايا كده. والنقطه بتاعتي جت هنا على النقطه، وابدا الف كده اهو، وامشي على الدوران بتاع الخلف بتاع فتحه الظهر. ماشي كده 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 اهو بمشي نفس القصه اللي انا قصاها اهو. بصوا شايفين بسم الله اللهم بارك. واجي هنا برده عند اعلى نقطه واروح واقفه، واجي كده اعدل القماشه بتاعتي معايا واتني برده كده السنتي بتاعي. لازم الاثنين يبقوا قد بعض، يعني الحرفين كده اكون تانيهم قد بعض. ماشي كده خلاص، اروح واقفه كده وابدا اطلع معايا. جبت القصافه اهي. بصوا بقى هاجي هنا هعمل افراغات بسيطه جدا. بصوا يعني حاجات بسيطه اهي كده، حاجات بسيطه خالص اهي كده كده. بصوا اللهم بارك كده. ماشي، وابدا بقى ايه اقلب معايا كده. هوريكم شكلها على فكره جميل جدا، والطريقه ديت سهله جدا وشكلها هيبقى يعني هتشتغلي بيها هيقول لي انت ايه يعني التقفيل بتاعك حلو. بصوا كده هجيب بقى معايا كده اللهم بارك. اول حاجه هعمل كده شيمه من فوق هنا اهو من بره. ماشي كده، اقول بسم الله كده، وهعمل الشيمه بتاعتي بسم الله كده اهو. وابدا اربط معايا كده من فوق ومن تحت اهي، وابدا اقف كده والف اهو زي ما وريتكم بالظبط. واعدل معايا كده القماشه بتاعتي الاثنين بتوعي اعدلهم يا جماعه اهو. يا رب صوتي يبقى واضح اهو كده. بصوا كده اللهم بارك. عايزه اقول لكم يعني الطريقه دي حلوه جدا في تقفيل الرقبه، يعني الصراحه اللهم بارك جميله اهو كده. بسم الله الله اكبر الله العظيم. بصوا كده اهو، بصوا كده اهو. اروح ايه طالعه كده، وهوريكم هنعمل ايه الخطوه الثانيه. بصوا يا جماعه شايفين، شايفين كده اهو، شايفين اللهم بارك جميله جدا. هاجي بقى كده من هنا زي ما حضرتك كده شايفين. ابدا اعمل بقى اخد السنتي اللي انا كنت تانياه، وابدا بقى امشي كده شيمه اقول بسم الله، وابدا اعمل شيمه. شايفين طبعا هنا القماشه بتاعتي الحرف بتاع الجبير دوت آه
اللهم صل وسلام، ما فيهوش تنسيق ولا حاجه، فانا مش هتنيه. الواحد مش عارف يجمع الكلام يا جماعه. مش هتنيه، هسيبه زي ما هو على حرف البورسن بتاعي كده. حلو وشكله حلو، ما فيهوش حاجه، وهم حتى عاملين شكل كده ايه زي الدوائر كده. فانا هسيبها زي ما هي، وهبدا ايه كده مش كده احط ايه تطبيق. بسم الله. وابدا كده ايه اطلع الهواء بتاعي، عشان انا مش عايزه ايه ظهري فيه هواء وفي حاجه مش مظبوطه. اقول بسم الله كده. شايفين يا جماعه كده؟ بسم الله بسم الله كده اهو. بصوا، وابدا بقى وانا ماجي هنا التريزه الثانيه اللي انا كنت تانية في نفس الاتجاه الاولاني، وبرضه هعمل عليها شيمه كده اهو، وابدا الف كده اهو. اقول بسم الله اهو. وابدا ايه، خلي بالكم انا الخامه دي بحب امشي معاها ايه يعني كده، عشان خاطر ايه مفيش حاجه فيها تتنكش ولا تتقطع. تعالوا اوريكم بقى شكلها بقى عامل ازاي. اللهم بارك، جميل جدا، التقفيل بتاعها حلو، شايفين حاجه كده ايه يعني جميله. اللهم بارك. بس انا بس ايه اشيل الفتل دي، عشان انا بحب دايما اشيل الفتل اول باول، ما بحبش اخليها كده، لا اشيلها على طول. بصوا اهو كده، اللهم بارك، جميله جدا. بصوا شايفين يا جماعه، شايفين تقفيل الرقبه بقى عامل ازاي، يعني حاجه كده محترمه. على فكره خلي بالكم التقفيل ده بيبقى حلو جدا في الجلاليب، في العبايات، في العبايات. لا اله الا الله. الواحد من كتر في الشغل الصبح، فتتحس بيجي في البيت بيبقى فاصل، مش قادر يتكلم ولا قادر يعمل اي حاجه، فبتلاقي مخارج الحروف عندي كلها ضايعه. بصوا اهو كده، اوريكم بقى من الظهر من ورا، شايفين جميله جدا. اللهم بارك، جميله. يلا بقى ادعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم، وادعوا لي كده ان انا ما اخرش عليكم في الفيديوهات. وسلام.